اتفضلوا اطلعوا بره. ملوش لازمه الاهانه دي يا عمرو. بقول لكم اتفضلوا اطلعوا بره. ايه القرف ده؟ يلا يلا من هنا يا كلاب. تعال كده يا بابا، الناس في بيتنا. ايه ده؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ معقوله يا عم هشام اتاخر لغايه دلوقتي ما جابش الطلبات؟ ما اتصل عليه. ايوه يا عم هشام. ايوه يا ست هاني. اتاخرت ليه يا عم هشام؟ بجيب الطلبات بس من السوق. طب بسرعه يا عم هشام، عشان كده عمرو بقى يجي دلوقتي واتاخرت على الغدا. متاخرش يا عم هشام لو سمحت. قرر اهو. ماشي يابا، ماشي، مع السلامه. يلا بقى اطلع بلاش لماضي، عندنا امتحانات كلها كام شهر وهنتخرج. تمام ماشي. يلا بابا زمانه جاي، لو شافنا هيعمل مشكلة. مشكلة ايه؟ انت رجلك على رجلي في كل حتة، حتى في الكلية بتيجي معايا. ما هو ابن البواب بيحب بنت البيه، تفتكر هيوافق؟ متفكرش فيها كده. ما انا افكر فيها ازاي؟ نسيبها لله، نسيبها لوقتها. يلا اطلع ذاكر. يا هشام يا هشام. ايوه يا عمرو بيه. امورنا يا باشا. ابوك فين؟ ابويا في السوق بيجيب طلبات للست هاني. طيب بقول لك ايه، ده مفتاح العربيه بتاعتي. اه اغسلها كويس ونضفها ووديها المشحمه علشان تتظبط. فاهم يا حبيبي؟ فاهم يا عم. السلام عليكم. عمي الواد ده اتجنن ولا ايه؟ انا عمرو بيه صاحب شركه SM للسيارات ابقى عمه؟ واضح ان الواد ده كتر القرايه خلى عقله يفوت. اتفضلوا يا جماعه، الواحد ياخد كوبايته. تسلم ايدك يا ست الكل. تسلم وتعيش بألف هنا. تسلم ايدك يا ماما. تسلم ايدك. يبقى قومي يا اختي اعملي معايا كده، ولا اقفي كده، ولا اشتغلي معايا في المطبخ، اعملي حاجه تنفعك. بس ماما انا ماليش انا في الكلام ده وانتي عارفه. امال لما تتجوزي هتعملي ايه ان شاء الله؟ هبقى اجيبه واجي اكل عندك. انت تاكلي عندي؟ بعمل له اندومي. ابقى هاتلك خدامه. ابقى اخليه يجيب خدام. اندومي يخرب بيتك يا شيخه. تاكل قرف جيل فاسد. ليه كده يا حاج؟ حاج ايه؟ انا عايزك في موضوع. النهارده الولد ابن البواب وانا طالع على السلم بقول له خد المفتاح علشان يغسل العربيه، بيقول لي الله انا يخرب عم بيتك، انا هتودينا في داهية. عمو. مجنون بس مش كده. انت عملت ايه بقى يا سعام؟ هعمل ايه؟ شويه الرعاع دول فاكرين نفسهم عشان قروا وبقوا متعلمين هيوصلوا لينا. ما انت وضع لله رفعه على فكرة يا بابا. قومي شوف الجرس الباب اللي بيرن ده. حاضر يا سعام. بشوف من على الباب. ايوه حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم هشام. ازيك يا ست الكل؟ الله يسلمك. الطلبات اهي. حرمش مني. ومعلش بقى على التاخير. ولا يهمك. بقول لك ايه، ها. الواد سعد ابني هو كان جاي تعبان بس خلى العربيه فل لعمرو بيه. حرمش منك ومن سعد ابنك. الله كتر يخليك. خيرك. تأمرني بأي حاجة تانية. معلش دي بقى ورقة طلبات بكرة إن شاء الله. من بس ما عيني. تتأخرش زي النهاردة. أنا أقدر غصب عني، أنت عارفة السوق. معلش ربنا يخليكي يديك الصحة ليا. والعافية. يخليكي يلا ليا. والحاجة دي عشانك. يخليكي ليا يا أمير. الله يا أمير. يخليك. على السلامة. كتر خيرك يا عم هشام. مالك يا ولد؟ قاعد شايل طاجن ستك كده ليه؟ ستي ست الله يرحمها يابا. الله يرحمها. بقول لي بقت تسيب تجارة بالملايين ومزارع وفدادين، كل ده ليه يابا؟ تقبل بالوظيفة دي ليه يابا؟ الله يسامحه جدك، كان عايز يجوزني بنت عمي، بس أنا شفت أمك كانت غلبانة على قد حالها، هي اللي ساعدتني، وساعة ما عرفت اللي هي بتحبني خدتها وجيت على مصر، قبلنا بالأمر الواقع وجبناك يا باش مهندس وقعدنا نربى فيك لغاية زي بقيت باشا قد الدنيا. الحمد لله يابا. على سيرة الحب، أنا عايز أقول لك على حاجة. عارف من غير ما هتقول وشك باين عليه. والنعمة أنت مالكش حل. أثرت عليا الموضوع. انت هتقول لي يا ابني ما انت بتفكرني برضه بأمك. عايزك تيجي معايا بقى ونطلب ايديها بكرة. ده بكرة آخر يوم في الامتحانات، وخلي الفرح فرحتين. والله ما انا عارف يا ابني، ده ابوه سم في بقه، بس هقول لك سيبها على الله، ربنا يقدم لك اللي في الخير. البت موافقة
امها على معلم موافقة برضو. خلاص انت مش هتخلص بكرة؟ اه ناخد نفسنا واحنا مش قليلين، نروح نكلمهم. على بركة الله يابا، بكرة بإذن الله. المهم بس انت خلص كده والجدعن وذاكر وانا هروح بس ايه اصلي العشاء واجيلك تاني. ربنا يخليك يابا، ربنا يخليك. خير يا هشام، كنت عايزني في ايه؟ خير طبعا يا سعادة البيه. هو الموضوع وما فيه، كنا عايزين ناخد بنتكم الأستاذة المحترمة لابننا الباشمهندس سعد. انت بتقول ايه يا راجل؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ابنك انت هياخد بنتي؟ انا اتجننت ليه يا سعادة البيه؟ انا قلت حاجة غلط؟ انت اصلا من اول ما دخلت وانتوا غلط. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت اهدى شويه بس يا عمرو بيه، اهدى شويه. ما انت سامع الكلام اللي ما يلوش لازمه خالص. صح، الكلام اخد وعطا. والله يا ست انا ما اتكلمت في حاجة. الكلام اخد وعطا. الموضوع ما فيه اللي ابني. أستاذ عمرو، أنا بحب بنتك ميان وميان بنتك بتحبني. انت معاك ايه يا ابني؟ أنا كلية هندسة قسم ميكانيكا. هتعرف تعيشها في المستوى اللي انا معيشه لها؟ خدوهم فقراء يغنيكم الله. الكلام ده موجود بس في التلفزيون، موجود في الشاشات، انما في الحقيقه انت هتعرف تعيش بنت المستوى اللي انا معيشه لها؟ مش لازم المستوى اللي هي عايشة فيه، بس على الأقل تقف جنبي لحد ما نبني حياتنا سوا. ايه الكلام ده؟ تقف جنبك ايه؟ ايه كلام الروايات اللي ملوش لازمه ده؟ احنا بنعمل فيلم رد قلبي ولا ايه؟ استنى انت، بالراحه شويه. قلت لك استنى لما اتكلم خلاص. يا عمرو بيه افهمني. بلا عمرو بيه بلا عمرو زفت. اتفضلوا اطلعوا بره. ملوش لازمة الإهانة دي يا عمرو. بقول لكم اتفضلوا اطلعوا بره. ايه القرف ده؟ يلا يلا من هنا يا كلاب. عيب كده يا ماما، الناس في بيتنا. عيب؟ هم اللي ما يعرفوش العيب. ازاي الناس دي يجي لهم الجرأة ان هم يقولوا لي ان ياخدوك مني؟ انا اللي ربيتك، انا اللي انت يا بنتي كل حاجه بالنسبه لي. انا بحبه وعايزه اتجوزه. عايزه تمرمغي اسم عيلتنا في الطين ليه؟ اتفضلي خش جوه، مش عايز اسمع صوتك تاني. اتفضلي يا هانم. ايه خير؟ مالك وحد الله، ايه مالك؟ في ايه؟ مالك؟ كل حاجه راحت. خير، اللهم اجعله خير يا رب. كل حاجه راحت. ايه اللي راح بس؟ في ايه؟ طمنا عليك. ايه اللي راح؟ وحد الله كده، اهدى كده واحكيلي. فلوسي كلها راحت. معرض العربيات حصل فيه ماس كهربائي. لا حول ولا قوة الا بالله. ازاي ده حصل؟ كله راح. طب اهدى فداك، اهدى فداك. كل شيء يتعوض الا انت، فداك. اهدى. انت حاسس بايه دلوقتي؟ يا ريتني كنت مت في المعرض ولا شفت اللي انا شفته. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اهدى بس، اهدى. معلش. تعالى كده استريح لك كده ساعتين وان شاء الله كل حاجة تتحل. معلش. ماما، نعم. عم هشام وسعد ابنه بقى عايزين يدخلوا. ماشي يا بنتي، دخليهم. ازيك يا ست هانم؟ اهلا وسهلا يا ذو النور، اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني. يزيد فضلك يا ام. اتفضل يا ابني، اتفضل. يزيد فضلك. هعمل لكم حاجه في الشغل. تسلم يا ام. ازيك يا عم عمرو؟ ازيك اسعد ابني؟ ألف سلامة عليك يا عمرو بيه. ربنا يحوش عنك يابا. يا رب. المهم، هو مش انا متربي عندك هنا في البيت وزي ابنك؟ طبعا يا حبيبي. الجانب اللي حضرتك ما تعرفوش عننا ان احنا عندنا اطيان واملاك وتجارة بالملايين. تسمح لنا نقف جنب حضرتك ونطلعك من اللي انت فيه؟ تقول ايه يا ابني؟ يعني اللي انا عملته فيكوا ده وجايين تقفوا معايا؟ انتوا ناس كويسين اوي يا ابني. متقولش كده يا عمرو بيه، احنا اهل وخيرك ياما كان علينا. سامحوني، فعلا انتوا ولاد اصول بجد.
طب انا جاي اجدد الطلب يا عم عمرو. انا طالب ايد ميان بنتك ليه؟ قلت ايه؟ طبعا موافق يا حبيبي. اهو ده عين العقل، مكان من الاول يا باشا. نقرا الفاتحة؟ ان شاء الله. طب يلا خير البر عاجله. انت طالما موافق نقرا الفاتحه. يلا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله